تعالوا بقى النهارده نعمل سمك بطريقه مختلفه خالص عن كل مره. كل مره بنقليه دقيق وخلاص على كده. النهارده بقى احنا هنعمل السمك بطريقه مختلفه، بطريقه سهله وبسيطه، وهيطلع معاكي تحفه ومقرمش كده وذهبي زي ما انت شايفاه قدامك. انا معايا بقى كده سمك، يعني تجيب الكميه اللي انت عايزاها براحتك. يعني انا معايا كده سمك كبير بالشكل ده. طبعا هقطعه، هشرحه بالشكل ده كده بالسكينه بالطول او بالعرض زي ما انت شايفه، زي ما تحبي. انا هعمله بالطريقه دي. هقطعه، السمك معايا ما شاء الله كبير كده وملحم، فانا قطعته بالشكل ده عشان يطلع معايا كده مقرمش وحلو. بصوا بقى، انا معايا خضار النهارده. الخضار اللي هحشي بيه السمك معايا كده فلفل، ومعايا توم، ومعايا معلقتين من الكزبره والشبت. معلقتين من الكزبره والشبت مقطعهم بالشكل ده. طبعا انتوا متستعملوش الكزبره والشبت، انا هستعمله في الوصفه دي، واقسم بالله تحفه تحفه يا بنات. جربي بس الطريقه دي وهتدمنيها، مش هتبطلي اصلا تعملي سمك. وبعدين السمك ما شاء الله يعني المفروض ناكله كل مره في الاسبوع او مرتين، لان طبعا فوائده كتير جدا. انا مش هقعد افتي طبعا واقول لك فوائده ايه، بس هو انا اللي اعرفه ان السمك مفيد جدا جدا. انا فرمت الفلفل كده والثوم في الاول، وبعدين هفرم الخضره بتاعتي معلقتين خضره بس اللي هم شبت وكزبره. انا فرمت الفلفل كده والثوم الاول، لان الكبه صغيره، لو عندك كبه كبيره طبعا هتحطيها مع بعضه كله، يعني مفيش اي مشكله. انا فرمته بالشكل ده، وحطيته كله، ضفته على بعضه كده وقلبته كده، ادمجت كله مع بعضه، الخضره مع الثوم مع البصل مع الفلفل. حطيت هنا بقى ملح، يعني حسب رغبتك بقى، يعني حط الكميه اللي انت عايزاها. حطيت ملح وفلفل، واحط هنا كمون وكزبره، واحط شطه. ممكن تحط بابريكا لو انت عايزاه، اي توابل حابه تحطيها حطيها. طبعا والليمون ده اساسي، الليمون ده اساسي في السمك يعني. عصرت كده نص ليمونه، لو بتحبي الليمون كتري. همسك السمك بتاعي بقى احشيه كله في الفتحات اللي انا عاملاها دي. هحط طبعا جزء من الخلطه، هيخلي لك السمك روعه روعه كده ما شاء الله. الطعم بتاعه كان تحفه يا بنات. انت هتجربي الوصفه دي بصراحه، مش هتبطلي تعمليها تاني، وولادك هيحبوا. لو مش بيحبوا السمك هيدمنوا الوصفه دي، هيدمنوا السمك، يعني هيطلبوه منك على طول بالطريقه دي. طبعا احنا مش هنعمله بدقيق زي كل مره، لا، ده احنا هنعمله بطريقه مختلفه تماما. انا كده حشيت السمك من بره ومن جوه. لو انت مش حابه تحشيه من بره مفيش اي مشكله خالص، احشيه كده بالطريقه اللي انا عملتها. هنا معايا بقى نص كوبايه من الدقيق، عليها معلقه من النشا، نشا الذره العادي. حطيت لها كده توابل بقى، ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه، ويعني اللي انت عايزه تحطيه. لو عايزه تحطي بابريكا حطي. هحط نص كوبايه من الميه على الخلطه اللي انا عملتها. انا حطيت كده نص كوبايه من الدقيق ومعلقه من النشا. عملت خلطه سايله كده، بتبقى معايا كده زي ايه، زي عجينه الكريب كده. ركنتها على جنب بقى. هنا هعمل الرز الصياديه. بصوا لازم يبقى معايا كده بالشكل ده، لازم البصلايه تبقى بالشكل ده كده. هسيبها لما تتحمر كويس، وحطيت لها معلقه من السكر ومعلقه من الملح. تحط التوابل بتاعتك بقى. شايفين الرز تحفه يا بنات. حطيت هنا ملح وفلفل وكزبره وكمون، وبصوا بقى اي توابل حابه تحطها حطيها. ما شاء الله الرز معايا طلع تحفه يعني. الخلطه بقى اللي انا عملتها، تعالوا بقى نبصوا. هننزل السمك بالطريقه دي في الخلطه اللي انا عملتها الاول خالص، وبعدين هتنزلي بيها في الدقيق. طبعا مش هتاخد دقيق كتير. بصوا انا حاطه دقيق يا دوب على قد السمك اللي انا هعمله، يعني بصراحه مش ده مش بخل يعني، بس انا ايه، مش بحب ارمي الدقيق والحاجات دي، فانا عملت يا دوب على قد السمك بس. انت بقى حابه تكتري براحتك. هتقولي ما تشيليه مثلا، شيلي بقيه الدقيق وما اعرفش ايه. انا ما بحبش اشيل الدقيق والحاجة اللي بتبقى باقية من السمك، ما بحبش اشيلها خالص، عشان ايه، الزفارة برضو كده يعني. لو فراخ ماشي، ممكن اعملها بنخولها كده بمصفى ولا بحاجة واشيلها. بصوا بقى السمك بتاعي ما شاء الله طالع مقرمش واللون تحفة، يعني اللون ذهب ما شاء الله. والسمكية كده مقرمشة، واللحم بتاعها طري كده وابيض من جوه ما شاء الله يعني. بصوا بقى انا عملت هنا طبق سلطة حلو كده، والرز طبعا عملت الرز تحفة يا بنات. حمري بقى البصلايه زي ما شفتيها كده، وكرمليها بمعلقه سكر، هتطلع معاكي تحفه. والرز ما شاء الله حلو جدا جدا. عملت الوصفه بتاعتي بقى، وعملنا السمك النهارده. جربي الوصفه بتاعتي مش هتندمي بصراحه، انت مش هتندمي لو جربت الوصفه دي، لان الوصفه حلوه جدا جدا. متنسوش بقى اللايك والشير، يعني لو ما تابعتنيش تابعيني بقى على الصفحه كده، وياريت تشيروا الفيديو عشان نوصل لاكبر كم ممكن.